أمريكا وإيران بيوقعون اتفاقية يوم الجمعة القادم، والخبر طارت به الركبان والكل يقول الحرب انتهت. أتمنى والله أن الحرب انتهت، لكن حنا وين والنهاية وين؟ الاتفاقية هذه عبارة عن مذكرة تفاهم لوقف إطلاق النار مدة 60 يوم مهلة عشان يتفاوضون، عشان يوصلون إلى اتفاق نهائي يوقعونه فيما بعد. إذا ما وصلوا لاتفاق نهائي رجعت الحرب. بالتالي في شيئين لازم ننتظرها، صار واحد من الشيئين هذه معناها الحرب انتهت، غير كذا الحرب لا زالت مستمرة. وش الشيئين هذولي؟ يوم أنهم يوقعون خلال 60 يوم القادمة اتفاقية نهائية، أو الشيء الثاني أن ترامب يسحب جميع القوات الأمريكية من المنطقة، أقصد القوات البحرية الأمريكية اللي أرسلها قبل الحرب مع إيران. مو بأنه يفك الحصار عن هرمز أو عن إيران اللي هو الحصار على بترولها، هذا طلبه ترامب من قواته والجيش الأمريكي أنهم يوم الجمعة إذا وقعت إيران أنهم يفكون الحصار، لكن ما يطلعون من الشرق الأوسط، لا زالوا في الشرق الأوسط. بالتالي الموضوع مؤقت. فإذا صارت واحدة من الشيئين هذولي معناها الحرب انتهت. وأنا كنت قبل أقول بأن هذا السيناريو هو أقلهم احتمالية، ولا زلت أقول بأن احتماليته جدا ضئيلة لسببين. أولا، إسرائيل هذا الاتفاق الآن أسوأ اتفاق ممكن يكون لها، ونتنياهو تحديدا إذا صار الاتفاق هذا غالبا بيروح السجن، المحاكمة تنتظره، وعذره كان الأساسي هو وجود الحرب. إذا راحت الحرب يعني بيدخل السجن غالبا لهذا السبب ولأسباب أخرى، وبالتالي بيعمل يعني بكل جهده أنه يكسر الاتفاقية. السبب الثاني أن ترامب وأمريكا ما حققوا أهدافهم، بالإضافة أن التوقيت حق الإعلان الآن جدا مريب. يعني بالضبط مع بداية كأس العالم في أمريكا نزلت أسعار النفط وأسعار البترول عندهم زانت، والاقتصاد زان، والعالم يعني راحت بعض المشكاليات اللي كانوا يخافون منها. والانتخابات النصفية اللي تهم ترامب أكثر من انتخابات 2028 انتخابات نصفية خلال الأشهر هذه، لو فازوا الديمقراطيين ممكن يعزلونه، يعني عنده مكاسب كثيرة في الفترة البسيطة هذه. فممكن ترامب نفسه خلال 60 يوم يصير أشياء معينة، والله خلال 60 يوم يتم تمديد 60 يوم إلى 80 يوم إلى 90 يوم، تنكسر المهلة هذه ثم يوقعون اتفاقية مرة ثانية لما تحقق أمريكا أهدافها، ثم ممكن يصير في اتفاقية. لكن في الفترة الحالية ما أعتقد. الآن لو، وأكرر لو، افترضنا بأنه خلاص خلال 60 يوم الماضية حدث وأنهم وقعوا الاتفاقية النهائية وخرجت أمريكا أخرجت قواتها الحربية من الشرق الأوسط، هنا بنكون أمام سيناريوهين كلها تعتمد على ردة فعل إسرائيل، أو بالأصح اللبس الصهيوني، لأنهم هم أكبر متأثر من الاتفاقية هذه. لو تم توقيعها الاتفاقية النهائية هم أكبر متضرر حرفيا. فالسيناريو الأول أنهم يقبلون بالأمر الواقع، والله خلاص أمريكا وترامب قدر أن يتخطاهم، ويعني بيطلع من المنطقة بدون تقسيم إيران، وفكرة تقسيم إيران انتهت وزعزعت المنطقة وبداية مشروع إسرائيل الكبرى. هذا ما يمكن يصير بشكل قريب، فيرضون بالأمر الواقع ويسقطون نتنياهو، أو يعملون على أنهم يسقطون نتنياهو عشان يبدون مرحلة تبييض صفحة إسرائيل وجرائمها الماضية في غزة، ويحطونها كلها في نتنياهو إنه عمل فردي، ولكن إسرائيل دولة قلبها طيب والكلام هذا كله. فهذا لو قبلوا بالأمر الواقع، وربما ما يقبلون. السيناريو الثاني إنهم لو ما قبلوا بالأمر الواقع بسبب أنه والله صعب تبييض صفحة إسرائيل الآن، حتى لو مشوا الموضوع خلاص ما عاد عندهم خط رجعة. لو حاولوا، العالم شاف الوجه القبيح للأحداث اللي سووها، والعالم الآن ما عاد يلوم نتنياهو الحالة، يلوم الجميع. فصعب انك يعني توقف الآن، بيزيد الموضوع سوء ضدك لو وقفت الآن. يجب انك تستمر حتى النهاية. فلو اختاروا الخيار هذا بيوقفون خلف نتنياهو بكل قوة، أو أحد من أعضاء حزبه المتطرف، ربما بن غفير يصير هو الرئيس، ويعني يكملون مشروعهم هذا ويحاولون أنهم يعني يعيدون الحرب، يجرون أمريكا مرة ثانية. يصير نفس السيناريو اللي صار بعد نهاية حرب 12 يوم، لما يعني ترامب
حط ثقله عشان يوقف الحرب، وفجأة بعدها بسنة تقريبا رجع مرة ثانية وضرب إيران كأن في أحد جاره من رقبته. فربما يعني يعملون على أنهم يسوون الشيء هذا، مع أن ترامب الآن يعني تعلم أكثر من درس من تعامله معهم، لكن ممكن يسوون الشيء هذا معه. ولو ما قدروا أنهم يجرون أمريكا فيما بعد في هذا السيناريو أنها تيجي تحارب معهم، ربما بنفسهم يحاربون أو يحاولون أنهم يعني يحققون أهدافهم. إذا ما قدروا في ذيك اللحظة أنا ما أعرف ممكن يكون، ممكن يستخدمون نووي، يعني الموضوع بيكون غريب في ذيك اللحظة، ويعني بيكون استبقنا الأحداث لو تكلمت عنه، لأن أساسا فكرة توقيع الاتفاقية النهائية خلال 60 يوم القادمة احتماليته لا زالت بالنسبة لي جدا ضعيفة. فننتظر ونشوف. الحرب ودنا تنتهي والله، بس إنه ما في شيء، يعني كل المنطق وكل الأسهم وكل الإشارات والمؤشرات تؤشر إلى أنها ما هي منتهية قريب. ودمتم بخير.